السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من ساعة ما نزلت الفيديو بتاع امبارح، وبفضح فيه وبقل من نادي الزمالك بكل أطيافه وبكل من له علاقة بنادي الزمالك. وده تمامهم بعد كده، خلاص خلصت. لا احترام ولا تقدير ولا أدب مع الناس دي، إلا لما يتربوا هم ويتعلموا الأدب ويبقوا زي بقية الناس. وجاي لي بقى كومنتات ورسايل وبسفالة وبذاءات وبتاع، عادي. ما بزعلش. ليه ما بزعلش؟ مش عشان انا ما عنديش كرامه ولا حاجه، لا. المثل بيقول لك اذا طلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب، وهم مش اهل عيب، هم العيب نفسه. فالموضوع يعني ده إن دل على شيء بيدل على الحرقان التقيل. حرقان عندهم، حرقان في كل حته. يعني كل ما تتخيل في حته في الجسم تيجي فيها حرقان، هم عندهم حرقان والتهابات شديده قوي من النادي الاهلي ومن نجاحات الاهلي ومن اللي بيتقال على النادي الاهلي من جوه مصر ومن بره مصر، الدول العربيه والشرق الاوسطيه وافريقيا والعالم. فده جاب لهم حالة عدم توازن وتبول لا إرادي وهسهس، ولسانهم يا عيني ما بقاش مربوط، بقوا بيدلقوا أي كلام وخلاص، سواء المسؤولين أو الصحفيين أو الإعلاميين. مع العلم إن أنا بقول وهقول وهفضل أقول إن هم ما عندهمش ولا صحفيين ولا إعلاميين، كل دول مرتزقة ولا يعرفوا أي حاجة، بيعرفوا بس يشتموا ويغلطوا في الأهلي، فيبقوا أصحاب فكر وأصحاب قلم وهم أصحاب أمراض. فخفوا شوية، وأنا برضو مش هسكت. يعني مش هسكت والله. يعني ايه؟ مش هقول لكم بقى انا هرفع قضيه وانا اعمل مش عارف. لا 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 لا. احنا ما بقيناش في عصر القواضي خلاص، لان دلوقتي اللي بيقدر بيعمل، ما ولا قضيه ولا بتاع. انا مش هسكت. اللي هيقول كلام غلط في حق النادي الاهلي هديله بالجزمه فوق دماغه، واعمل له فيديوهات امسح بكرامته وكرامه اللي خلفوه الارض. واللي يقدر لي على حاجه يجيني وش كده. انتوا ما ينفعش معاكم غير كده. والله 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 انتوا ما ينفع معاكم اي ادب ولا احترام ولا اي حاجه. انتم ما ينفعش معاكم غير كده، وهتقفوا بكده. انا قلت قبل كده انا مش هتكلم عن نادي الزمالك خالص، ولا هجيب سيره نادي الزمالك، ولا كأن في الوجود حاجه اسمها نادي الزمالك ولا منطقه الزمالك كمان. لكن مش معنى كده ان انتم تتطاولوا ويبقى في بذاءات وفي قله ادب واحنا نسكت. لا، احنا مش هنسكت، وهنفضحكم وهنفضح الحكم اللي ما عندوش ضمير. الحكم اللي ما عندوش ضمير ولا اخلاق. انت بتروح بيتكم ازاي؟ انت بتحط وشك في وش عيالك ازاي؟ انا عايز اعرف. ولما يقول لك ايه معلش اصل هيوقفوه، ما يوقفوه ولا يولع بجاز وسخ. الفرقة التانية اللي اتظلمت دي وضاع منها 3 نقاط للمباراة، ذنبهم ايه؟ وهيبقوا في حاجة النقطة في آخر الايه؟ الدور الأولاني اللي هو الدوري السنة دي معمول بطريقة جديدة. هيبقوا في حاجة لنقطة لما تضيع منهم 3 نقاط عشان ايه؟ عشان رمولك عظمة، رمولك عظمة، قعدت تلحس وتلعق فيها فتحكم لهم المباراة. ولا ضمير ولا قيم ولا اخلاق ولا كرامه ولا اي حاجه. وقفناه ما يتوقف ولا ياكلوا قطر. احنا هنفرق معانا ايه بقى؟ النادي الغلبان ده. واحد تاني حيوان يقول لك ايه؟ هو اسمه ناصر منسي بيهيج على اي حاجه فيها اسم اهلي. اولا اللي بيهيج الطور، يعني انت خليت اللاعب اللي عندك طور. هو فعلا طور لان انتوا زريبه، بس زريبه بيقعد فيها ايه؟ التيران والجاموس والبقر. ماشي. وفيها اهلك، فيها اهلك فعلا. هو بيجي على كل اهلك فعلا فعلا. عشان انتوا يعني انتوا عارفين بقى الكلام ايه. مين ناصر منسي ده ولا ناصر بتنجان ده ولا ايه؟ مين يعني؟ وانتوا لولا ان في حكم منزوع الضمير كان زمانكم طلعتم متعادلين بالعافيه بالعافيه، متعادلين كمان. انتم فرقه عار. سيبني بقى من الزباله دي كلها، عشان الريحه بقت تزكم الانوف وبقت حاجه وحشه قوي يعني. سيبنا من الزباله دي. الزباله الزمالك والزباله. بص، حتى سبحانك يا رب، الزباله الف لام زين.
الزمالك ألف لام زين. الاتنين بيبتدوا بثلاث حروف زي بعض. ما علينا، مالناش دعوة بيهم دول، مالناش دعوة بيهم. النهارده هنسعد وننتشي ونتبسط وننور عينينا والدم يجري في عروقنا. هنتفرج على النادي الأهلي. النادي الأهلي اللي رافع راس مصر، ورافع راس العرب، ورافع راس أفريقيا. نادي الأهلي، نادي الأهلي اللي مسؤولين عن الفيفا من اول الفنتينو، اعلى واحد فيهم لاقل واحد فيهم، لما يجي يقول ايه الاهلي بيقوم يقف عشان يدي الاهلي قدره. هنتفرج عليه النهارده وهو بيلعب وبيبسطنا وبيسعدنا، وهنشوف في نفس الوقت. ما هو الصوره مش هتبقى جميله للاخر، ما انت برضو هتلاقي النهارده في حكم، وهذا الحكم برضو مشحون وقابض ومظبط. لجنة الحكام ومجلس إدارة الاتحاد يعني زي ما هم مع الزمالك قلبا وقالبا في الظلم والافتراء والدمار وعدم الضمير، فهم ضد الأهلي في اللعب وممكن يلغوا هدف صحيح، وممكن ما يحسبلوش أهداف بتاع التسلل بتاع أي حاجة. فاللي بيعزقنا في الموضوع إن إحنا بنشوف لعيبة الأهلي، رجالة الأهلي، أبطال الأهلي في الملعب، ورغم كل الظروف القذرة اللي بتحاك وكل الأعمال القذرة اللي بتحاك ضد الأهلي في الملعب وخارج الملعب، بإذن الله وبعون من عند ربنا سبحانه وتعالى الأهلي بينتصر وبيكسب. ليه؟ لأن لعيبة الأهلي، إدارة الأهلي، جهاز الفني للأهلي، جمهور وشعب الأهلي ما بيبصوش للصغائر ولا بيبصوا للناس الفسدة، بيبصوا بس لحاجة واحدة: النجاح، والنجاح المستمر. الوصول للقمة سهل جدا، أصعب شيء إنك تفضل مستمر على القمة. وشوفوا الأهلي مستمر على القمة سنوات 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 سنوات. فمهما تعملوا أيها الحشرات مش هتعرفوا تزعلوا الأهلي ولا جمهوره. ودايما يا حشرات جمهور الأهلي ولاعيبة الأهلي دايما في الهنا والسعادة بيبات. سلام عليكم.